كم واحد هنا نفسه يروح اليابان؟ اكتب لي في الكومنتات يا صديقي الأوتاكو لو انت واحد منهم. بس قبل ما تحلم احب اقولك ان ترومي نيشي الانيميتور اللي كانت مسؤولة عن انمي ديث نوت بتقول لنا مهما كان حبك للانمي لا انصحك ابدا انك تيجي اليابان. ما تجيش ليه؟ كمل الفيديو للاخر وانت هتعرف. ولو اول مرة تشوفني فانا آية سليم، اكتر اوتاكو مواضيعه مستفزة وكلامه مش هيعجبك، ولكن لو سمعتني للاخر هتقتنع بوجهة نظري. شايف الثقة في كلامي؟ مش باجي اقول انا اي حاجة. مش هطول عليك صديقي الاوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل القناة بقى ل50,000 سبسكرايب، انا مش شحاتة. بما ان في ناس كتير تفاعلت مع فيديو تعليقي على حلقة الدحيح اللي عملها عن الانمي، فقلت لازم اديلكوا جرعة تثقيفية عن ثقافة الانمي واليابان، منطقتي بقى. طبعا يا صديقي الاوتاكو انت عارف ان في حاجه اسمها مانجاكا اللي هو زي اودا بتاع وان بيس، او ايسياما بتاع اتاك اون تايتن، او كيشيموتو بتاع ناروتو. دول اللي بيألفوا القصه وبيعملوا فصول المانجا. غير دول انت عندك رسامين الانمي، دول بقى اللي بياخدوا المانجا ويقعدوا يرسموا فصولها على هيئه انمي. فانت قدامك المانجا فصل اهو، الفصل الثاني ما فيهوش حركه، يعني هو مش بيجيب لك الاطارات بتاع تحريك الشخصيه، هو بيجيب لك لوفي كان باصص كده فلوفي بص الناحيه الثانيه عادي جدا. الرسام بقى بيعمل حاجه ثانيه خالص. لوفي كان باصص كده، عقبال ما بيلف ويبص الناحيه الثانيه في اطارات كتيره بتترسم في اللفه دي. ده اللي بيعملها رسام الانمي. فلك ان تتخيل كميه الدقه اللي مطلوبه منهم وهم بيرسموا، دقه متناهيه بحيث ان تفصيله الشعر وهي بتتحرك تبقى واحده في كل الاطارات. صعوبة ما بعدها صعوبة، بس ده يوضح لنا قد ايه رسامين الانمي في اليابان عالم محترفة بجد. وهنا بقى تقع المشكلة. الحلقة الواحدة من الانمي تقريبا بتاخد 3000 اطار رسمة، اللي هي الحركة دي يعني تخيلها بقى طول الانمي 3000 رسمة. يعني بيجيبوا لك مجموعة كده من الرسامين الموهوبين يستعبدوهم ويقولوا لهم كده قدامكم مدة زمنية معينة هتخلصوا لنا فيها الحلقة دي. وخد بالك يا صديقي الاوتاكو 3000 رسمة لو الانمي ده ظريف وخفيف كده يخلص مننا كده في قعدة بسيطة ما فيهوش حركة كتير. بس تخيل بقى اتاك اون تايتن، عدد الرسومات اللي بتترسم في حلقة واحدة من اتاك اون تايتن من 5000 رسمة ل 10,000 رسمة. وانا اظن ان بيبقى فيه عدد محدد ومعين شغال على الرسم عشان ما يبقاش فيه اختلاف كبير في رسم الحلقة. طبعا انا قبل ما اعمل لكم الفيديو ده انا شفت لقاء لرسامه صحفيه قعدت مع رسامه كده وقالت لها ايه هي ظروف العمل بتاعتكم. فللاسف هي ردت وقالت ان احيانا في بعض الرسامين بيقعدوا في المكتب من اسبوع لشهر عشان خاطر يخلصوا اللي مطلوب منهم. فهي سالتها اسبوع شهر ازاي يعني؟ طب والاحتياجات الشخصيه بتاعتهم؟ قالت لها ان هم احيانا ما بيستحموش. انتوا متخيلين الريحه اللي بتبقى في المكان؟ يا ريتهم كمان الموضوع واقف على ان هم ما يستحموش، هو كمان في الا لدخول الحمام. يعني نداء الطبيعه بيجي بيحبسوها بقى ولا معرفش هما بيعملوا ايه، بس غالبا هو ده اللي بيحصل. يعني كل ده عشان يلحقوا يخلصوا اللي مطلوب منهم. فالحلقه يا صديقي الاوتاكو اللي انت بتتفرج عليها من اي انمي حرفيا بيكون في ناس نزفت دموع ودماء وعرق عشان خاطر تطلعها لك. وبعد كده نيجي احنا نتريق على طريقه الرسم. احنا بعد كده المفروض نتقي الله شويه. ومن الفضايح اللي عملتها بعض الاستديوهات الشهيره اللي بتثبت استعباد الاستوديو لرسامين الانمي، استوديو مابا الشهير مضى عقود سرية مع رسامين الانمي عشان ما يشتكوش بسبب الانتاج. اتفضلوا. ويبقى السؤال، ليه الرسامين بيستحملوا الاسلوب ده؟ ليه ما سابوش الشغلانه دي ودوروا على حاجه تانية تنفعهم؟ في نفس اللقاء الرسامه دي قالت ان هو ده شغفها في الحياه، ان هي ترسم، وده شغف رسامين انمي كتير في الحياه. انا عايز ارسم انمي، عايز ارسم عموما، هي دي هوايتي وهو ده اللي انا بحبه، ودي الطريقه الوحيده اللي اقدر احقق بيها هوايتي وان يبقى لي سمعه كرسام انمي وشركات كتير واستديوهات كتير تطلبني. فللاسف بيوافقوا على الشغل الكتير والمتعب ده بأجور قليلة. لأن في نفس اللقاء
الرسامة دي وضحت، اللي بالمناسبة اشتغلت على رسم بروتو فينلاند ساجا، ان اجر طالب ثانوية عامة بيشتغل بدوام جزئي مقارنة باجرها هي بدوام كامل كواحدة متخرجة، هو بياخد اكتر منها. يعني هو مثلا ممكن ياخد في الشهر $700 $800، وهي بتحصل لها من 300 ل $500، وعدد ساعات عمله اقل من عدد ساعات عملها. ومع هذا هي مش قادرة تبطل مهنتها اللي هي بتحبها اللي هو رسم الانمي وتلجأ لمهنة تانية. ووضحت برضو ان اجرها ممكن يوصل ل 15 ساعة عمل، من 12 ل 15 ساعة عمل، اللي هو انام امتى يا اسطى؟ اما انت تاخد من حياتي في اليوم 12 او 15 ساعة عمل، انا المفروض انام 8 كده. ايه كده؟ انا يا دوبك بنام، اقوم اجي الشغل المفروض ان هو قريب من البيت عشان ما اخدش وقت طويل في المواصلات، وارجع انام عشان اجيلك. اتقي الله. انت لو قارنت الوضع هنا هتلاقي ان ساعات العمل لاي موظف طبيعي من 40 ل 50 ساعة في الأسبوع، ممكن تزيد بس مش هتعدي ال 55 ساعة مثلا. بينما في اليابان بتوصل ل 100 ساعة عمل في الأسبوع، يعني اخد مرتبي مرتين منكم يا حكومة. ده غير ان هنا هتلاقي في اجازات، اقلها اجازة نهاية الأسبوع جمعة وسبت، ده غير الاجازات الرسمية، اجازات الأعياد او اجازات اللي هي في الدولة عامة الرسمية. لكن في اليابان هم حتة الاجازات دي عندهم، انت كسول، انت عايز اجازة ليه؟ اشتغل يا انت مكنة، اشتغل لغاية ما تموت. وهنتكلم عن الموت في اليابان برضو بس قدام شوية، لسه موضوعنا مخلص. تعالى قول لي بقى، لو انت واحد نفسك تبني حياة في اليابان هتبنيها ازاي وسط ظروف الحياة دي؟ على فكرة هي ظروف الحياة بالمهنة عامة بتاعتك في اليابان كواحد بتشتغل، هي مش 15 ساعة عمل بس بالنسبة لرسام الانمي، ده لأي موظف في اليابان. عشان كده معظم الناس بتتخنق من الشغل في اليابان، اليابانيين نفسهم اعصابهم بتتعب وبينتحروا ويبقوا مش طايقين نفسهم وعندهم اكتئاب وعايزين علاجات نفسية. بس خلينا مركزين مع رسامين الانمي دلوقتي، هي ده موضوعنا. ويبقى السؤال، انا هفضل اقعد اتساءل طول الفيديو، اقتصاد اليابان بقى معتمد بطريقه كبيره جدا على الحاجات الترفيهيه منها الانمي. يعني في اساليب ترفيهيه كتيره قوي في اليابان، الانمي جزء منها، فده معناه انه مهم. فليه ما لجأوش لغايه دلوقتي لحلول يزودوا بيها اجور الرسامين ويقللوا ساعات العمل؟ الموضوع ده عشان اجاوبك عليه محتاج مني مذاكره شديده، فلو عايز اجابه السؤال ده اكتب لي في الكومنتات، ولو لقيت كومنتات كتيره ان هي فعلا عايزه اجابه السؤال ده انا هعمل فيديو عنه. ما لقيتش ناس بتطلب الفيديو ده مش هعمل، لاني بصراحه هتعب قوي عشان اوصل للاجابه اللي ترضيكم. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو بتاع ليه اليابان ما حلتش مشكله رسامين الانمي لغايه دلوقتي. وتعالى ننطلق بقى على المانجاكا اللي هم المؤلفين بقى اللي احنا عارفينهم. وميزه المانجاكا على رسامين الانمي انهم اثرياء. ايوه الناس دي بقى بتاخد فلوس، ثروه من ورا الانمي. ما هم الرسامين هم الفرخه اللي بتجيب ذهب، فانت عايزني ارسم لك؟ اديني فلوس كتير عشان فصل واحد بس واتعب نفسي في الرسم. فطبعا هم بيدفعوا، فطبعا المانجاكا تلاقي طلع عينه في الرسومات ويقعد يهرش نافوخه كده في الافكار عشان خاطر يطلع فصل ورا فصل ورا فصل بسرعه اسبوعيا عشان ينشرها في مجله النشر بتاعه المانجا. عندك كيشيموتو مؤلف ناروتو كان بيقول على الاسبوع العمل بتاعه الاسبوع الجحيمي، من كتر ما هو يعني بيشتغل كتير وراحه قليله. عندك اودا مؤلف وان بيس طلع قبل كده قال ان هو ما كانش بيلحق يستحمى من كتر الشغل اللي مطلوب منه، وان هو لازم ينزل فصل كل اسبوع. وان بيس من التسعينات، انت متخيل؟ يعني هو وقف مؤخرا بس هو غالبا عشان تعبان، يعني مفيش اسباب تانية، وهيرجع خلاص اهو رجوع على الابواب. فلك انت تتخيل هو كل اسبوع بينزل فصل بفكره برسمه هو اللي راسمها، فبالنسبه لهم كان بيبقى مجهود كبير عليهم. اظن دلوقتي معظمنا بقى متفاهم ليه توجاشي بقى بينزل فصل كل 10 سنين. احنا نقدر نتوقع اي سبب دلوقتي، ممكن يكون فعلا تعبان من كتر الشغل اللي بيبقى عليه على مدار السنوات، وانه مش عايز الناس تقعد تضغط عليه وتقول له يلا يا اسطى نزل بقى فصل جديد يلا. تعب ممكن من الضغط، ممكن تكون سبب من اسباب ثورته نفسه، اللي هو لا عايز يثور، لا انا مش عبد عندكم، انتوا مش كل شويه اعمل لكم فصل. الاسباب مختلفه، يعني انا ما اعرفش ايه اسبابه. فيا ريت بعد اللي انا قلته ده كله تقول لي يا صديقي اللي في الكومنتات انت شايف ايه؟ تفتكر ليه توجاشي بعد كل اللي قلته ده بينزل فصول قليله؟ وده يخلينا ننطلق على الجزء الثالث والاخير من الفيديو ده، الانتحار في اليابان. معدل الانتحار في اليابان عالي جدا، من أعلى الدول في قارة آسيا.
ومن الاسباب الرئيسيه طبعا اللي بتدفع الناس للانتحار هو للاسف الشغل الكتير. اصل 100 ساعه عمل في الاسبوع احسبها انت بنفسك، انت ممكن تكون شايفها قليله يا صديقي الاوتاكو، بس احسبها شوف انت عندك كام ساعه اصلا في الاسبوع، يعني 24 ساعه في 7، وطلع بقى عدد نومك على عدد اللي المفروض تمارين تعملها او عدد عايز تقعد بتعمل كده ما تعملش حاجه على عدد راحتك، هتلاقي ان 100 ساعه دي بتاكل من وقتك كتير. عشان كده معظم اللي بينتحروا موظفين، وهتلاقي دايما في اخر مارس كده اللي هو تقفيل السنه ولا مش عارف ايه، يعني ده اللي كان مكتوب وده اللي قريته، انه دايما عن تقفيل السنه كده هتلاقي الناس بتنتحر. كانوا متوقعين بقى فلوس زياده، كانوا متوقعين بقى ترقيات ما حصلتش، طب يلا ننتحر بقى بعد كل اللي عملته ده. وطبعا الانتحار ده بسبب غياب الوعي الديني. يعني انت لو عندك وعي ديني بحياتك وبدينك واللي بيقول لك تعمل ايه، اظن مش هتنتحر. اظن ايه ده، اكيد مش هتنتحر. الانتحار حرام، ده كفر. عايزه اقول لك يا صديقي الاوتاكو ان في اليابان غابه اسمها غابه الانتحار اوكيجاهارا الشهيره، قريبه من جبل فوجي اللي هو رمز من رموز اليابان. الغابه دي الناس بتروح تدخلها عشان تنتحر، وفي سنة 2003 لقوا ان في 105 حالة انتحار في الغابة، لدرجة ان الحكومة بقت بتحط علامات على بداية الغابة كده، لا ايه انت عايز تنتحر استنى كلمنا يمكن نرجعك في رأيك. الناس حرفيا بتتوجه للغابه دي عشان تنهي حياتها بالشنق بقى بطرق مختلفه الله اعلم يعني. وده يخلينا يا صديقي الاوتاكو نعرف ان اي انسان بيشتغل عامل محتاج حاجتين من العمل بتوعه. واحد الراحه، ما ينفعش تشتغل طول الوقت، لازم راحه. الشغل طول الوقت بيعمل ضغط رهيب على الانسان. اتنين التقدير، قدرني، ما انت يا تقدرني فلوس يا تقدرني ترقيه يا تقدرني بلايك وسبسكرايب يا صديقي الاوتاكو، عشان انا طلع عيني في كتابه الحلقه دي والمذاكره اللي ذاكرتها عشان اعملها لك. المهم تقدروني، وصلوا الفيديو ده ل1000 لايك. بس اديلك شويه ايجابيات يا صديقي الاوتاكو، ان اليابان ملاحظه مشاكلها الكبيره لان هي برضو دوله متقدمه صناعيا واقتصاديا وسياحيا وكل حاجه، فهي يعني سكانها زباينها فلازم ياخدوا بالهم منهم. فالحكومه بدات مؤخرا يمكن اخر كام سنه تلجا لحته ان لا الشركات واي مكان عمل لازم يدي اجازات للموظفين بتوعه واوقات راحه وتفرضهم عليها عشان يقضي وقت مع عيلته، عشان يتفسح يشوف بقى هو هيعمل ايه. ولكن ليس كل الشركات بتسمع الكلام، برضه في شركات لسه اللي هو لا يا حبيبي ده النظام عندي مش عاجبك روح شوف لك شغل في حته تانية. وبكده انتهى فيديو النهارده يا صديقي الاوتاكو. ما تنساش اللايك بالله عليك بقى، ويا ريت تكتب لي في الكومنتات هل لسه فعلا عايز تسافر اليابان، واكتب لي برضو في الكومنتات لو عايزني اعمل لك فيديوهات عن اليابان اكتر او اي مواضيع بره الانمي بس برضو عن اليابان، يا ريت تقترحها في الكومنتات. ولو كملت الفيديو للاخر شكرا جدا يا صديقي الاوتاكو. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي هتلاقيها في الديسكريبشن، ويا ريت لو تاخد لك لفه في القناه بتاعتي هتلاقيني اتكلمت في مواضيع كتيره. ادخل اتفرج عليها، دوس لايك، اكتب لي كومنت، اشترك في القناه، روح شيرها مع اصحابك، اتفرج على الفيديوهات القديمه والفيديوهات الجديده باذن الله اتفرج عليها. ولا تنسى الدعاء لاخواتنا، ادعي لهم كتير لان احنا فعلا ما فيش في ايدينا نعمل حاجه غير حاجتين، الدعاء والمقاطعه. ارجوكم الدعاء والمقاطعه، قولوها كتير ورا بعض، الدعاء والمقاطعه الدعاء والمقاطعه. وقول معايا يوش ايكيماشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.